يا صباح الخير والتفاؤل والبزنس وكل الحاجات الحلوة في دنيا كل مستمعينا. يا رب جميعا تكونوا بكل خير وأيامكم تكون جميلة ومبهجة زي ما تعودنا مع بعض في رحلة البزنس وفي رحلة اكتشاف نفسنا، وإن احنا نفهم أكتر عن التبس والتريكس ونشوف قصص نجاح ملهمة في دنيتنا. مكملين ومعانا قصة جديدة إن شاء الله في حلقة النهاردة، هتضيف لكم كتير وهتفهمنا حاجات عن اكتشاف الذات. ضيفتي النهاردة هتكون الكوتش ريهام الشيمي، هي رائدة أعمال وكوتش معتمد في علم النفس الإيجابي، مدربة متخصصة في مجال اكتشاف الذات، وكاتبة كتاب يا الملكية. دايما لما حد يكون ملهم في دنيا اكتشاف الذات وانه يعرف الخطوات انه يفهم نفسه اكتر، بتساعده ياخد خطوات اسرع في دنيا البزنس، علشان هو عمل الخريطة المناسبة لكيانه هو. وده اللي هي ان شاء الله هتشاركه لنا وتحكيه لنا. البزنس حياة ولطافة وحاجة حلوة كتير، مش حاجة صعبة زي ما الناس بتصدر لنا. الحياة سهلة وبسيطة، نبسطها على نفسنا ونشوف الناس الملهمة قد ايه بدأوا وقد ايه فرقوا وقد ايه الخطوات بتاعتهم كانت فرقة. فده بيشجعنا ويساعدنا ان احنا كمان نقدر نبني وناخد خطوة في دنيتنا بتاعة البزنس. هنطلع فاصل ونرجع مع ضيفتي، واوعوا تروحوا في اي حتة واستنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، واهلا بيكي يا ريهام. اهلا، ازيك؟ يا منورانا في سنة أولى بزنس. ميرسي حبيبتي، ده نورك. الله يسعدك. قبل الفاصل بدأت أعرف مستمعينا عليكي، بس أنا حباكي أنت تعرفي الناس مين هي ريهام الشيمي. اوكي. طيب، هو انا ريهام الشيمي، لايف كوتش. حاليا بدرس ماستر في السايكولوجي في جامعة القاهرة. بالنسبة لي أكيد دعاء، أنت عارفة أنا الباشن بتاعي أصلا هو السايكولوجي واكتشاف الذات، وإن إحنا نكون أفضل في حياتنا عموما. دي الحاجة اللي أنا مركزة عليها في حياتي يعني. أم وزوجة طبعا زي ما أنت عارفة برضو. عندي كتاب ناقشت فيه أفكار كتير قوي مرتبطة بالبوزيتيف سايكولوجي وباكتشاف الذات وإزاي إن احنا نكون أفضل في حياتنا، اسمه يا الملكية. ترينر بس كفاية كده. حاجات كلها عظيمة بتساعدك ان انت تبقي رائدة اعمال متميزة. يعني بنحاول والله. كلام عظيم. طب ايه سر تميز يا الملكية من وجهة نظر ريهام وليه ريهام عملت يا الملكية؟ مم. ايوه. بصي، هو يا الملكية بالنسبة لي كان يعني احنا بنتكلم فيه كده، كان حاجة يعني كتاب طلع من 3 سنين تقريبا. بالنسبة لي هو كان حلم الحقيقة ان انا يبقى عندي كتاب عليه اسمي،
فكرة ترك الأثر أو البصمة أو إن الناس تبقى بتفتكرني بحاجة بعدين، دي كانت حاجة مهمة جدا بالنسبة لي، فكان بيمثلها شكل الكتاب. يمكن كتاب ياء الملكية هو صورة مختصرة أو مكتوبة لكل الحاجات اللي أنا بعملها دلوقتي. مش عارفة إذا كنتي قلتي بقى في المقدمة يعني إيه ياء الملكية، ولا تحبي إن أنا أقول لكم يعني إيه؟ لا انت اللي تقولي لي طبعا، دي بتاعتك. انا عارفة انت احسن واحدة بتشرحي للناس تقصدي ايه بياء الملكية. لان الناس بتقعد تقول لي كتير ايه علاقه ياء الملكيه بكتاب بيتكلم عن السايكولوجي او عن البوزيتيف سايكولوجي، تحديدا علم النفس الايجابي يعني. طيب هو الموضوع باختصار انه مع بدايه شغلي على نفسي وان انا ارجع امارس الباشن بتاعي مره تانية وان انا اشتغل على نفسي، كان دايما فكره هو التغيير بيجي منين؟ التغيير بيجي من بره الاول واحنا بعد كده بنتغير، ولا التغيير بيجي مننا احنا الاول فبعد كده العالم من حوالينا بيتغير؟ الفكره دي كانت الحقيقه شغلاني جدا. من خلال بقى كورسات كتير وشغل على نفسي كتير قوي، لقيت انه لا، هو التغيير مرتبط بيا انا الاول، وبعد كده بيجي في العالم من حواليا. ففكرة ياء الملكية هي فكرة القاعدة اللي في اللغة العربية اللي كلنا عارفينها، اللي هو أضف ياء الملكية فالحاجة دي تبقى بتاعتك، كتابي، أفكاري، ممتلكاتي، فاهمة حتة بالظبط، حياتي، الحاجة اللي هي هنحط لها ياء فهي بقت بتاعتي. حلو جدا. فالكتاب باختصار بيشرح فكرة إنه التغيير بيبتدي من الداخل. لازم انا اللي افكاري تتغير عشان الاقي الحياه حواليا بتتغير. لازم انا اللي اختار علاقاتي بشكل معين او احط حدود في علاقاتي علشان العلاقات تتغير من حواليا. مشاعري، شغفي، قراراتي، كل حاجه ريليتد بيا بنبتدي فيها التغيير الاول، بعد كده الحياه حوالينا بتتغير. فالكتاب بقى يعني اكيد طبعا عارفه ان انت قريتيه، كنت مدياني فيدباك يعني عليه. زي ما انت شايفاه هو بيتكلم عموما عن فكرة التغيير. حلو جدا. البداية من عندك انت، البداية من جوه قلبك مش من بره. ما تستناش تغيير يجيلك من بره، لو انت ما خدتش خطوة التغيير من جواك مفيش تغيير اصلا. بس كده، هو ده الاختصار. الله، هو ده الكلام. وده هيخليني أسألك، طب بما انت رائدة أعمال وفي البيزنس ككتاب في الماركت موجود وككورسات بتقدميها من أكتر من جهة ومن أكتر من منصة، ده خلاكي قابلتي تحديات في دنيا البيزنس بتاعتك. ايه أكتر تحدي مر عليكي في البيزنس وانت كريهام حسيتي ان التحدي ده كان نقطة تحول؟ تحدي واحد؟ ينفع اقول 2؟ ينفع تقولي 2، ما احنا هنقول كتير، بس قولي ابدأي بحاجة انت حباها او انت شايفاها دي نقطة التحول. اول ما انت قلتي تحدي افتكرت حاجتين دايما كانوا عاملين زي الشبح كده بيعطلوني قوي في البدايات. اول حاجة اني اكون ريهام على طبيعتي، بطريقتي، بهزاري، بريهام، اللي هو يعني كان فكرة ان انا هظهر كريهام الشيمي اللي هو انت عارفاها كصديقة، زي ما انت عارفاها كحد في بيزنس او حد عنده كتاب او حد بيقدم كورسات. الميكس ده كان بالنسبة لي في البداية عامل شوية انا مش عارفة ابقى حقيقية قوي، لان انا متخيلة انه الناس اللي بتبقى عاملة كتب او بتدي كورسات او لايف كوتشز دول لازم يبقى ليهم شكل كده رونق معين، وانا مش عارفه افيك الشكل ده. متهيألي ان الصوره دي كانت متصدره لنا كتير قوي زمان، احنا حاولنا نغيرها يا ريهام، مظبوط؟ انا بقى دي وقعت في التشالنج ده بشكل كبير قوي، لانه انا شخص حقيقي قوي قوي، يعني اللي هو فكره انا بحب اكون حقيقيه وبحب ابقى على طبيعتي. الحاجه مش مرتاحه فيها ما بحبش ابقى بعملها. فبالنسبه لي في حاجات كتير قوي في بدايه البيزنس علشان ان انا اظهر بشكل معين او بصوره معينه ما كنتش حاسه ان روحي فيها، ما كنتش حاسه ان انا طبيعتي كده فيها. حتى زمان كنت اول ما كنت بعمل فيديوهات او بعمل حاجه كنت اقعد اقول للناس هو انتوا شايفيني في الفيديو زي ما انا واحنا اصحاب عادي بره الفيديو؟ فاكره السؤال ده دي حضرتك؟ انا عارفه السؤال ده كويس قوي، سمعته كتير الصراحه. فانا فكره بقى ان انا اكون على طبيعتي وحقيقيه وابقى، بصي التشالنج فين يا دعاء؟ ان انا متخيله ده طبعا غلط جدا. انا كنت متخيله ان ريهام الحقيقيه مش هتعجب الناس، ريهام اللي على طبيعتها دي اللي باتيتيودها ده اللي طريقه كلامها بالطريقه العفويه اللي عندك، انت كائن عفوي اصلا جدا ما شاء الله. بالظبط. فانا كنت متخيله بقى ان عفويتي دي سوري
مش هتكون مقبولة من الناس، لانه الناس عايزة تشوف اللايف كوتش او الترينر ده بصورة معينة. ايوه فقعدت فترة منع نفسي ان انا اعمل فيديوهات او ان انا اتكلم بطريقتي، علشان انا الناس مش هتحبني، الناس مش هتتقبلني، انا لازم ابقى حد تاني علشان الناس تتقبله. التشالنج ده اخد مني وقت حبة حلوين قوي. طبعا. طيب قدرت ازاي ان انا اعديه او اتجاوزه؟ بفكرة يا الملكية، انه انا محتاجة اركز على ريهام، ايه نقط قوتي، ايه اللي بيميزني، ايه الحلو اللي فيا. اتعلمت ازاي احبني اصلا قبل احب عيوبي كمان، او اتقبل ان انا عندي عيوب عادي جدا ممكن تظهر احيانا على الشاشة، وانه اتعامل معاها انه عادي، يعني مش مشكلة خالص ان انا ظهرت بالشكل ده. ما اقعدش اثبت لنفسي الاخطاء، لا انا عايزه اشوف المميزات اللي فيا. كنت في الاول بفكر في مميزات الاخرين واحاول ابقى شبهها، فلقيت ان انا هبقى فيك قوي. فلا صح. طب تعالي بقى يا ريهام، شوفي ايه الحلو اللي جواكي انتي واظهري بيه للناس بطريقتك بطبيعتك. فده فرق معايا كتير قوي. التغيير المايند سيت اللي جوايا فرقت. انا حاليا لا، انا مرتاحه جدا في فيديوهاتي، مرتاحه في كتاباتي، لانه انا بتكلم بريهام بطبيعتي، من وبقيت قلبك. شايفه انه الناس حابه ده فيا. او على الاقل خلينا نتفق انه محدش هيحبك، مش كل هيجتمع على اعجابهم بيكي، بس على الاقل لا، انا راضيه جدا انه في ناس بتحبني وفي ناس شايفه ان انا تمام وده متسق معاهم. فدول متابعيني اللي انا عايزاهم، فاهمه؟ صح دول اللي جدا. هيكبروا البراند بتاعي، لان هم شايفين ان انا بعبر عنهم بشكل ما او متناسبه معاهم بشكل ما. حلو جدا. ده التحدي الاولاني. التحدي التاني، وده انا عارفه ان هو ممكن يكون بيقابل 3/4، ايوه فكره الاستمراريه ايوه. في الشغل وفي بناء البراند، مع ان النتائج مش طالعه على قد حجم العمل. عارفه فكره انا قاعد بسعى 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 بس النتائج مش مرضيه. دي بتبقى محبطه قوي. وانا شخصيا وقعت فيها في اوقات اني احبط، فمش عايزه اكمل، فمش لاقيه النتائج اللي انا بشتغل عشانها، مش عايزه انا هستوب بقى. ده معتقد برضو صح. غلط جدا. همثلهولك بحاجه بسيطه. أيوة. وده اللي انا اقنعت نفسي بيه. انت ممكن بتبقي بتزرعي في ارض ليها مواصفات معينه. احنا كل مجال فينا، كل حد بتاع بيزنس انت بتكلميه اكيد في البرنامج بتاعك، اكيد بيبقى قصته مختلفه عن التاني. أكيد فالبيزنس طبعا. اللي عنده بيزنس في الكوتشنج او في التنميه الذاتيه او في الصحه النفسيه مختلف عن بيزنس المنتجات. بالظبط. تمام. ده وكل منتج كمان حدته مختلفة عن التاني. أنا بشبه ده إنه عامل زي الأرض الزراعية أو الأرض الصحراوية أو الأرض اللي تربتها مختلفة. إحنا ممكن نكون بنجتهد في الزرع، بنحط سماد، بنروي الأرض بطريقة معينة وهكذا، بس نتيجة الحصاد بتاعتنا مش هتطلع مع بعض في نفس الوقت. صح. لأنه جدا. أرضك غير أرضي، اللي انت شغاله عليه غير اللي انا شغاله عليه. بالظبط. ده بيزرع فاكهه، ده بيزرع خضار، ده بيزرع ايا كان، ما حدش زي حد. بالظبط. دي حاجه هتاخد وقتها غير ده. صح طبعا. احيانا بنتشتت بالتركيز على مواسم حصاد الاخرين، فما بنشوفش انه انا الموسم بتاعي جاي بس لسه مش دلوقتي حالا. فبس انا علشان اجيب موسم الحصاد بتاعي ده انا لازم استمر في السعي. صح جدا. دي فكره كانت غايبه عليا في اوقات بصراحه، كانت بتحبطني، تخليني احس ان انا عملت حاجات كتير قوي، مفيش نتائج، مفيش مبيعات، مفيش مش عارف ايه. لا هو لسه شويه، يعني لسه المواسم الحصاد ما جاش. فلما برضو ظبطت المايند سيت بتاعتي بفكره الارض دي، وبدات اشوف انه انا الارض بتاعتي لسه الموسم بتاعها هيجي، بس علشان يجي انا لازم استمر في الشغل، لازم استمر في ان انا اقدم الخدمات بتاعتي، لازم استمر في الفيديوهات اللي بعملها، لازم استمر في طبعا حاجات كتير قوي. ايوه، على ان انت على تنميه ذاتك، على شغلك، على نفسك، على الحاجات الصغيره اللي بتأدي لحاجات كبيره في الاخر. فكره الدومينو، هو بيبقى الحته صغيره وبعد كده اكبر فاكبر، لو زقينا الصغيره بيجيب الاكبر بعد كده بيوقعها كلها. بالظبط. ايوه كده بالظبط. اللي هو اسمها الدومينوز ايفكت.
او تاثير الفراش، او ليها اكتر من اسم. صح. ايوه هو ده. اللي هو بعد شويه بتلاقي التاثير ده جه، والحمد لله انا يعني مبسوطه ان انا معاكي النهارده. انا يمكن احنا نعرف بعض من زمان وانت شايفه رحلتي في حاجات كتير، فانا انا النهارده دعاء اقدر اقول انه انا بحصد حاجات كتير قوي كنت بدات ازرعها من 4 ومن 5 سنين، من 6 سنين كمان يا ريهام. من نعم؟ 6 سنين كمان. هو فعليا من 2016. فاحنا بنتكلم بعد بطلت اعد. ايوه بطلنا نعد. كفايه عد يا جيمي. مركزه بقى على الرحله. أيوة. اللي هو انا مستمتعه بالرحله، مش قاعده اقول يا ده انا بقالي 3 سنين، يا ده انا بقالي 5. انا مستمتعه في حاجات بشوفها في الطريق، في حاجات بشوفها بتيجي دلوقتي انا كنت عملتها من 5 سنين ونسيتها اصلا. الحصاد بيجي الله. بيجي، بس هو محتاج نستمر في الزرع، نستمر في ان احنا بنروي الزرعه بتاعتنا. ايوه صح جدا. ما انا دايما بقولها بيزنس وايز، الاستمراريه دي عضله تمرنها زي ما بتروح الجيم بالظبط، بتمرنها كل يوم وتقعد تستنى بعد مده طويله بتحس بالايفكت. مفيش حد بيحس بفايده الاستمراريه من اول ايام ولا من اول شهور، بتاخد وقت بالزبط. عشان كده احنا كل اللي بنبنيه صح في الاول بيبقى نتائجه على اللونج ران مع الخطه الطويله او الخطه الكبيره اللي هي اسمها ايه، اللونج تيرم بلان بتاعتنا، بيديكي نتائج مبهره في الاخر، بس اتبنى صح من الاول. صحيح. حلو جدا، كلام عظيم يا ريهام. انا سعيده بكل كلمه بتقوليها. وانا والله مبسوطه انا معاكي اصلا. الله يسعدك. بما ان انت برضو حد قطعتي شوط عظيم، فانا دايما احنا في سنه اولى بزنس هدفنا ان احنا نقول خطوات لحد ملهم، او نشو للناس الملهمه اللي زيك وزي نماذج كتير مشرفه عملوا ايه وخدوا خطوات ازاي. فدايما بحب اي حد ضيف معايا بيقول نصيحه لحد عايز يبدا بزنس. ايه الحاجات اللي يعملها ويركز عليها، وايه الحاجات اللي يبعد عنها ويتجنبها، وده من واقع خبرتك في الدنيا بتاعتك شخصيا؟ يعني حاجه نقولها نعملها ونركز عليها قوي، وحاجه بليز اوعوا تقربوا ده فخ. عارفه انت بالمعنى ده فعلا. ايوه طيب بصي يا ستي، اول حاجه ركز على متعه الرحله. بجد كلمه المتعه في الرحله مش في الوصول، دي فعلا كلمه حقيقيه. ركز على ان انت مستمتع بالرحله بتاعتك. اوقاتها الرحله دي هتبقى صعبه، اوقاتها تحس ان انت مش واصل فيها للنتائج الكبيره، بس هقولك يعني عايزه من خلال البرنامج بتاعك اقولك نصيحه. كان احد المنتورز اللي انا اشتغلت معاهم في وقت كده كنت محبطه جدا وشايفه ان انا هوقف كل حاجه، انا مش بوصل. فقال لي يعني استمتعي برحلتك واشتغلي عشانك، مش عشان تثبتي حاجه لحد. ركزي على ان انت قد ايه مبسوطه وانت بتعملي حاجه اللي انت بتحبيها. ركزي على انه قد ايه اللي انت بتبنيه ده حاجه ليكي انت، حاجه بتحسسك ان انت شخص فعال، مش شخص قاعد بيضيع يومه في لا شيء. بالعكس انت بتعمل حاجه مفيده ليك، بتقضي فيها وقتك، بتقضي فيها حياتك. يوم يعني بعد كده هتسأل عن عمرك فيما أفنيته، شبابك فيما ضيعته، فهتلاقي نفسك بتقول حاجة حقيقية كبيرة تستحق التقدير يعني. فدي كانت نصيحة فرقت معايا كتير قوي. استمتعوا بالرحلة واعملوا الحاجة اللي بتعملوها في البيزنس بتاعكم كستارت اب أو كبداية عشانك، مش عشان تثبت لحد ان انت ناجح، ولا علشان تحقق مبيعات خرافيه. طبعا المبيعات ان شاء كلنا عايزين مبيعات اكيد. كلنا بندور على البيزنس، بس بجد كستارت حاول تحط كل تركيزك وطاقتك باستمتاعك باللي انت بتعمله، وان انت بتشتغل لتطوير نفسك. حلو جدا. تاني حاجه تجنب المقارنات غير المنطقيه. زي ما كنا بنقول من شويه على الارض والزرع، مواسم حصاد الآخرين مختلفة تماما عن موسم الحصاد بتاعك. فمش عشان حد سبقك انت تبتدي تقارن نفسك بيه، لان هو ببساطة ممكن يكون بادئ قبلك اصلا ب10 سنين. فانت ما تجيش دلوقتي تقول هو ليه في المجال الفلاني، الاسم الفلاني، البراند الفلاني لامع اكتر مني، رغم ان انا عندي. ببساطة الاجابة لانه بادئ يشتغل على البراند بتاعه من 10 سنين، وحضرتك لسه بادئ السنة دي او لسه بادئ من سنتين. فده بيبقى ظلم ليك قوي، وفكرة محبطة جدا لما بتتمكن من اي حد فينا لما نبتدي نقارن نفسنا بالاخرين. كل واحد ليه موسم حصاد بتاعه هو، فما تقارنش. تمام. الحاجة الثالثة اتحرك واسعى
وجرب الفرص اللي بتتعرض عليك. حتى لو ما كانتش الفرص دي هي البيرفكت والصورة المثالية اللي انت عايز تظهر بيها. في جملة بحب دايما اقولها للناس ويمكن بقت مكررة ومعروفة عني قوي: اعمل المتاح حتى تجد المفتاح. الله. انت متاح بالنسبة لك ايه دلوقتي؟ استغله واعمله، ولما هتعمله صدقني هتلاقي مفتاح الفرصة اللي انت عايز توصل لها. صح. بس لازم تستغل بقى اللحظة اللي انت فيها دلوقتي. جات لك فرصة، ممكن مش دي الفظيعة اللي انت نفسك فيها، بس الفرصة دي حركتك وسعيك هيوصلك للي انت بتحلم بيه بعد شوية. ايوه. كمان اعمل علاقات في مجالك، سواء بقى على مستوى اعلى منك، لو في ناس تقدر انت تتواصل معاهم سابقينك يبقوا مانتورز بالنسبة لك، وناس تقولك على الخطوات اللي جاية قدام تمشي فيها ازاي، او بيرز، او يعني ناس على نفس الليفل بتاعك، اقرب بحاجه بسيطه اقل بحاجه بسيطه، هم دول ده حقيقي. ده بيفرق معاك جدا، بتشوف ناس زيك بتسبورت، يعني بيبقى فيه انظمه دعم كده منهم، ده بيساعدك جدا ان انت توصل للي انت عايزه. اخر حاجه نصيحه بجد: طور نفسك وافضل اتعلم، اوعى تبطل تتعلم، واوعى تفتكر في لحظه ان انت بقيت خبير. اللحظه اللي هتفتكر فيها ان انت كبير على التعلم هي اللحظه اللي انت هتقع فيها. فسواء بادئ من سنة، سواء بادئ من 16 سنة، لازم هتفضل تتطور وتتعلم في المجال بتاعك. صح جدا. يعني ده كده باختصار يعني. حلو قوي قوي. دايما كانوا الكبار بتوع زمان كان في مثل مصري أصيل بيقولك: يموت المعلم ولا يتعلم. هو بيفضل طول عمره يتعلم، مفيش حد كبير على علم ولا انه في مثل بقى كمان حلو قوي. أيوة. عرفته قريب، انه من لا يتقدم يتقادم. الله. يعني ما كبرتش هتتاخر بقى، هتتقادم، هتبقى قديم بالظبط. فانت لازم طول الوقت تتطور وتكبر من نفسك وتعلم نفسك يعني. الله على الجمال. حلو قوي قوي النصايح يا ريهام، الناس لازم يرجعوا يسمعوها تاني، هتفرق معاهم جدا جدا. طيب سؤال بقى اخير عشان قبل ما نقفل حلقتنا النهارده مع بعض، حابه اسالك ايه الجديد الفتره الجايه بالنسبه لريهام الشيمي؟ دي حاجات بقى محدش يعرفها. حاجات ايوه اكسكلوسيف سنه اولى بيزنس زي على غرار الريد كاربت، بس احنا يعني أيوة. برضو كل واحد وليه الايمج بتاعته. بالظبط. طيب كان في حاجه انا عارفه ان هي هتفرحك، عشان انت يعني اتكلمنا في الموضوع ده بقالنا كتير قوي، وكنت بقول لك لسه شويه. ان شاء الله هيبقى في طبعه جديده من كتاب يا الملكيه. ناس كتير قوي كانت بتسالني امتى هناخد طبعه جديده بقى، لانه الطبعه الاخيره كانت خلاص خلصت، وكنت انا موقفه البروجكت ده شويه. انت فعلا اتسالتي عليها كتير قوي الفتره اللي فاتت، لان فعلا الكتاب حلو قوي. ده حقيقي. الكتاب ممتع وهيفيد ناس كتير قوي لما تقراه. ده حقيقي. فان شاء الله هينزل طبعه جديده منه قريب جدا، وكمان هيبقى متوفر ان شاء الله اونلاين، ودي حاجه ما كانتش موجوده، كان الكتاب بس. حلو قوي. دي خطوه حلوه قوي يا ريهام، بالتوفيق يا رب. الحمد لله. الحمد لله. حلو قوي. الحاجه الثانيه انه في كورس كبير قوي شغاله عليه قريب، حاجه عن الاكسبتنس او القبول بكل معنى بقى. القبول في كل حاجه، قبول ذاتي، قبول الاوقات الصعبه، قبول فكره الاكسبتنس بكل اشكالها. فده كورس كبير ان شاء الله جاي قريب. حلو جدا. يعني ده الجديد الاكسكلوسيف زي ما انت بتقولي، الحصري. ان شاء الله يبقى مفيد وفي نفع للناس كلها باذن الله يعني. لا ان شاء الله جدا. لا انت حقيقي شخصيه ملهمه جدا، وعملتي خطوات وبروجرس على مدار السنين اللي فاتت، فعلا فعلا سوبر. بتختفي شويه وتظهري، بس بتعملي حاجات حلوه قوي، اختلاف من وقت لوقت على يعني عن سنين عشره ومعرفه بيكي، عامله حاجات فعلا ملهمه في الدنيا بتاعتك. ف يعني انا فخوره باللي انت بتقدميه، وفخوره بكل حاجه بتقوليها. شكرا ليك يا دعاء، والله انا مبسوطه قوي ان انا كنت معاكي شويه صغيرين دول، واتبسطت جدا، واتمنى ان اكون قدمت كده يعني حاجه يعني سنه اولى بيزنس سعيد بوجودك والله. اولى بيزنس بالظبط. الله هسال سؤال اخير، اخر سؤال. بما ان انت مدربه اكتشاف ذات، ايه اكتر حاجه الناس عايزه تعمل بيزنس تكتشفها في ذاتها؟ ده سؤال بره المنهج، بس حابه ان انت بما ان دي حتتك وده ملعبك، اعتقد هتنوري مع الناس حاجه مختلفه. بصي، نقط قوتك كرائد اعمال، قيمك، سماتك الشخصيه، يا ملكيتك. الله.
دي محتاجة ان انت تحطها قدامك كده وانت بتفكر تعمل بيزنس بتاعك. يعني عارفة احنا دايما نقول البيرسونال براند او البراند الشخصي، هو بالنسبة لي بيتلخص في جملة الناس لما بتجيب سيرتك بيقولوا عنك ايه. صح. الناس بقى لما بيجيبوا سيرتك هم بيجيبوا سيرتك بنقط قوتك، بقيمك، بسمات شخصيتك، بمهاراتك، حلو اللي جدا. احنا دي بنكتشفها عن نفسنا من خلال اكتشاف الذات او الكورسات المتخصصة في اكتشاف الذات. لما بنعرفها بقدر ان انا اوظفها في البراند بتاعي، في البيزنس بتاعي، فبيبقى اسم البراند مرتبط بنقط قوتي حلو بشخصيتي. قوي. فانت محتاج تكتشف ده، نقط قوتك، قيمك، مهاراتك اللي انت متميز فيها، حطها في البيزنس بتاعك عشان الناس تفتكرك بيها. فاكتشف نفسك في الحتة دي لو نصيحة بقولها للناس في الآخر يعني. الله يا ريهام، بجد يعني استمتعت انا شخصيا بكل كلمه انت قلتيها. حقيقي ممتنه لوجودك معانا النهارده جدا في سنه اولى بزنس. شكرا ليكي جدا يا دعاء، وانا ممتنة حقيقي للدعوة دي، وان شاء الله يبقى في لقاءات تانية بإذن الله. باذن الله. ميرسي شكرا ليكي ليكي قوي. يا ريهام، ونسمع ميرسي. صوتك على خير ان شاء الله في حلقات جايه باذن الله ان شاء كتير. الله ان شاء الله. شكرا قوي. ميرسي يا ريهام. مع هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل اخر جزء في حلقتنا. اوعوا تروحوا في اي حته، استنوني. ورجعنا لكم، واخر جزء خالص في البرنامج النهارده حاجه صغيره حابه اعمل شير ليها مع الناس. كل اللي بيسمعنا في البزنس في العموم، في ناس بتتبنى عقليه المزارع، وفي ناس تانية بتتبنى عقليه الصياد. عقلية المزارع هو ان انت بتزرع بذرة وبترويها وبتاخد وقت كتير قوي لحد ما البذرة دي بتبدأ تتحول لنبتة، بعدين شجرة، بعد كده بتاخد السايكل الكاملة علشان تديك الثمر. عقلية المزارع عنده صبر، عنده طول بال، عايز يتعلم أكتر عن النبتة بتاعته، عن إزاي يراعيها، إزاي ياخد باله منها، فبتكبر وبتفيده وبتفيد كل الدنيا اللي حواليه. عقلية الصياد هو حد بيصطاد قد الصيدة وخلاص، وبيخلص علاقته بالفكرة بمجرد ما اصطاد الفريسة بتاعته، سواء صياد سمك واصطاد سمكة، سواء صياد لأي حاجة، وخلاص العلاقة بتخلص بعد الصيد. زي ما بنقول عليها في الدنيا بتاعتنا سبوبة وجري وخلاص. في البزنس حاولوا تتبنوا عقلية المزارع، لأن كل ما زرعنا حاجتنا بوعي كل ما فرقت معانا ومع الدنيا بتاعتنا ومع كل حاجة حوالينا. عقليتك انت الوحيد اللي تقدر تنميها وتفهم اكتر انت حابب تكون في الاتنين مين، مزارع ولا صياد، وده هيفرق معاك في حياتك جدا. شكرا لكل حد سمعنا وتابع الحلقة النهاردة، حلقة مثمرة مع كوتش ريهام الشيمي. استأذنكم ورجعوا اسمعوها، هتفرق معاكم جدا بإذن الله. كنتم مع سنة أولى بزنس وأنا دعاء العدلي، وإن شاء الله الخميس الجاي معادنا مع حلقة جديدة. استنونا ونشوفكم على كل خير. باي باي.